السلام عليكم حبيباتي. وصفتنا لنهار ان شاء الله جبت لكم 3 انواع تاع سلايط يوالموا عيد الاضحى. هاد السلايط يمشيو مع المشويات مع اللحم المشوي. بدون اطاله، اول سلطه نبداو بها راح نديرو السلطه تاع الفلفل المشوي. كما راكم تشوفوا هنا عندي فلفل حلو حار، طماطم شويتهم على النار عادي، تقدر تشويهم على شبكه اذا عندك ولا على الطاجين سبيسيال تاع لحميس ولا تاع الفلفل. اكيد بعد ما نظفت الفلفل تاعي نشفته، حطيته فوق النار شويته، حطيته في ساشي ولا ديره في بورطمونجي مع الطماطم مع الفلفل مع الثوم. تخليهم حتى يعرقوا لك مليح، تقشريهم بالطريقه هذه، ومن بعد تحكمي الاشوار تاعك، تحطي الكميه اللي درتي تاع الفلفل مع الطماطم. اكيد والفلفل الحار كل وحده دايره على حسب الكميه اللي تحبي تكثري الحار على الحلو، ولا ديري نص بنص، ولا الحلو اكثر اللي ما يحبش الحار. هاو الحار تاعي يعني في لا فيديو مش باين. بعد ما قشرته حطيته هنا في الاشوار، وزدت سنينات تاع الثوم. اللي تحب الثوم تشويه ثاني وتقشره وتضيفه هنا، واللي تحب تخليه يعني هكذاك مش مشوي، ومن بعد تسكرفجو وتضيفه. بعد ما رحيت الفلفل تاعي هاكم تشوفوا فيه نحيته من الاشوار، نحطه هكذا في البول ولا في الريسيبيون. المهم كل وحده دير الكميه اللي تحب. ديروا كميه تاع الملح، ما نكثروش. السلايط هذول راح نمدلكم، رايح يبقاو لكم اسبوع في الفريجيدار، ما يصرى لهم والو. واش يديروا كميه تكون مليحه تاع زيت الزيتون. زيت الزيتون هي راح تحافظ لكم عليها الفتره طويله. البنات كي ترحيو الفلفل تاعكم حاولوا غير ترحيوه غير رحيه خفيفه، يبقى هكا بقطع كبار باش يجي بنين ويجي يعني هايل. هذه السلطه الاولى. درك البنات راكم تشوفوا فيها جات ما شاء الله راهي تشهي. درك بقاو معايا نزيد لكم السلطه الثانيه. هي تجي بنينه، تجي سهله، عندها مذاق مختلف. السلطه هذه الثانيه البنات، هذه هي اللي مالفين تاكلوها في العراس وتعجبكم وتحبوا تعرفوا السر وين جاي في البنه تاعها. راح نعطي لكم انا ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا عندي كميه تاع فلفل حلو وفلفل حار. ديري كيما تحبي. اكيد تغسليه وتنظفيه. وعندي كميه تاع زيتون اخضر غسلناه مليح بلا ما نغليوه البنات، نغسلوه نحيو هذيك الملوحيه. وعندي سنينه تاع ثوم. نبداو درك في الزيتون، نحكم هذاك الزيتون اشيه مليح كيما راهو باين هنا في لا فيديو، ونحطوه هنا في الكسكاس باش يقطر. الملاحظه نعطيكم البنات، ما تكثروش الزيتون باش ما يغلبش على الفلفل وما يكونش عنده طعم. ديروا كميه يعني في 4 حبات تاع فلفل ديروا تقريبا هكذاك 100 غرام. بعد ما رحيت الزيتون البنات كما شفتوا حطيته في الكسكاس، نزيد نرحي الفلفل الحلو والحار مع بعض، ونزيد نحطهم في الكسكاس يقطروا. وكل واحده دير الكميه اللي تحب، يعني اذا حبيتوا ديروا كميه كبيره تحكم لكم اسبوع للعيد تفوتوا به الايامات الاولين. يعني كما قلت لكم مش راح يفسد لكم. ديروا كميه تاع ملح تكون مليحه. وهنا البنات تاع الزيتون حاولوا تنقصوا لانه الزيتون راهو مالح. والشيه ديروا كميه مليحه تاع زيت الزيتون، هي اللي تحافظ لكم على يعني السلايد تاعكم ما يفسدوا. خليته ساعه، رجعت تشوفوا الماء هذاك هبط لي كامل. كون نخليوه بالماء هذا هو اللي راح يفسدنا السلطه تاعنا. بعد ما قطر الفلفل تاعي نحكم الفلفل نحطه هنا في ريسيبيون. المهم في اي اناء ضفت مغرفه صغيره تاع كمون، مغرفه صغيره الهريسه. الهريسه اللي تزيد تعطي واحد السر وواحد البنه هايله. وزدت مغرفه كبيره مليانه تاع ثوم. بعد ما سكرفجتو نخلطهم كامل، نزيد نضيف الزيت. ودائما البنات نقولكم زيت الزيتون ديروا كميه تكون مليحه. هذه السلطه الثانيه البنات شوفوا ما شاء الله صدقوني تشهي هايله وسهله. وبلا ما تنساو الملح راني درتو لكن ما ذكرتوش. دركا مباشره راح نزيدو ندخلو للسلطه الثالثه، حتى هذه سهله وعندها مذاق مختلف. عندي كميه تاع فلفل حلو مع الفلفل الحار. نظفتهم اكيد، نحيتهم الزريعه، فورت الفلفل تاعي البنات وخليته على جهه. نحكم هكا ريسيبيون، دير كاس تاع خل، اي خل متوفر عندك، مع 2 كيسان تاع ماء، وكميه تكون مليحه تاع الملح. نحاول نخلطهم مع بعض حتى يذوب لي هذاك الملح. نحكم الفلفل تاعي اكيد بعد ما فورته وبرد نضيفه هنا للخل والماء والملح. ونزيد نضيف حبه تاع طماطم. تكون البنات حاولوا ديروا الطماطم اللي يكون حاكم شويه، روحوا ما ديروش طايبه بزاف. ونزيدوا السنينات يكونوا لابس بهم تاع الثوم. نغطي عليهم البنات، نحاولوا نغطيوهم بالخليط هذا الخل والماء يعني ما يبانوش. ونغطيهم بابي فيلم كما راكم تشوفوا، ونخليوه ليله كامله في الفريجيدار، يعني يبات في الفريجيدار مع الخل هذا. غدوه ان شاء الله نواصلوا.
فاتت ليلة كاملة على الفلفل تاعي والطماطم كما راكم تشوفوا فيه. دركا راح نصفيه في الكسكات، نخليه يقطر من هذاك الماء والخل مدة 20 دقيقة هكذاك ونرجع له. تخليو الفلفل تاعكم يقطر كما قلت لكم البنات تقريبا 20 دقيقة، نرجع عندو نلقاه قطر. نفس الشيء نحكمو الفلفل تاعنا والثوم والطماطم، نحطوهم في الاشوار، نحاولوا يعني نرحيوهم من رحية خفيفة على بالكم الفلفل تاعنا راه مفور. يعني غير ضربة واحدة ولا زوج وتحطوه في الكسكاس تزيدو تخليوه يقطر. شوفوا البنات كل ما تخليوه يعني فترة تجيو تلقاو الفلفل هذاك تاعكم طلق الماء هذاك كامل. كنت تخليوه فيه الماء هو اللي راح يخسر لكم السلطة تاعكم. بعد ما قطر البنات واش راح نزيدو؟ نحكموا الفلفل هذا تاعنا ونحطوه في لا ريسيبيون، ونزيد نضيف له كيما نفس الشيء شويه تاع ملح مع شويه تاع زيت الزيتون ونخلطهم مليح. هكذا خلصنا السلايد تاعنا، يعني جبت لكم 3 سلايد ما شاء الله كامل يهبلوا كامل ساهلين، وكل وحده يعني عندها مذاقها المميز. ان شاء الله تجربوهم البنات في العيد هذا، ربي يبلغنا نعيدو ان شاء الله عيد الاضحى بالصحه والهنا. هذو هما سلايد البنات ما شاء الله 3 سلايد، واحدة مختلفة على الثانية وكلهم ما شاء الله ما تقدريش تخيري واحدة على الثانية. ان شاء الله تجربوهم البنات، يعني كما قلت لكم يبقاو لكم اسبوع في الفريجيدار بلا ما يصرى لهم والو. ان شاء الله تجربوهم البنات ويعجبوكم، بلا ما تنساو لي جيم ولي كومونتير، ونعاود نقول لكم ان شاء الله تعيدوا بالصحة والهنا.